بتحاول تنتحر بأكتر من طريقة، يعني محاولات متعددة بطرق مختلفة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم عن مارشا لينان. الست دي مين وليه عاملة علشانها فيديو؟ الست دي لو جينا نتكلم عن من أول ما اتولدت سنة 43 في أمريكا. كانت طفولتها تعيسة. التعاسة ما كانش مصدرها من الناس اللي حواليها من أسرتها، لكن مصدرها كان من جواها. بدأت المشاكل تزيد أكتر لما وصلت لمرحلة المراهقة. بدأت تعمل تصرفات غريبة جدا، تخبط دماغها في الحيطة أو في الأرض، تطفي السجاير في جسمها، أزازات بقى بتجرح، بتعمل قطع في جسمها كتير، يعني بتقطع في جسمها. كمان بتحاول تنتحر بأكتر من طريقة، يعني محاولات متعددة بطرق مختلفة. فدخلوا مستشفى للعلاج النفسي. كانوا مشخصينها في الأول إنها فصام، ما كانوش لسه عارفين هي عندها ايه. قعدت في المستشفى 2 سنين بتتعالج، من 18 سنة 20 سنة، وسنتين بعد كده بيتابعوها. كانوا العلاجات اللي اتعرضت ليها مارشا في المستشفى كان طبعا لسه الوضع بتاع العلاج النفسي ما تقدمش، فكانوا بيلجأوا لإن هم يحطوها في حاجة اسمها غرفة العزل، لإن هم يعملوا لها علاج بالصدمات الكهربائية اللي هو ECT، لإن هم يدوها أدوية بجرعات كبيرة جدا عشان يسيطروا على حالتها. الأدوية ما كانتش بتجيب نتيجة معاها. الست دي كانت بتعاني وما كانتش عارفة عندها ايه، متشخصة تشخيص لكن الحاجات اللي بيدوها لها مش جايبة نتيجة. بدأت بعد ما طلعت من المستشفى تشوف أنا هعمل ايه في حياتي، فقررت إنها تدرس فلسفة، تشوف الحاجات بتاعت الدين. هي كانت مسيحية وكانت متدينة وقعدت فترة في الكنيسة، والكنيسة يمكن ادتها الكونسبت بتاع الراديكال اكسبتنس او التقبل الجذري لحالتها. انا قابلة الحالة اللي انا فيها دي، وبعد كده بقى ابدا اشوف هعمل ايه فيها وهغير ازاي. بدأت قلنا تدرس فلسفة ودين وكده. لقت الموضوع برضه مش ده الشغف بتاعها، او ده اللي مش هيلاقي لها حل في اللي هي بتعمله. بدأت تشوف موضوع علم النفس. بالمناسبة هي أستاذة دكتورة كبيرة في جامعة واشنطن دلوقتي، أستاذة علم نفس. بدأت تقرأ بتمعن جدا التراث النفسي والعلاجات النفسية والمدارس والنظريات النفسية. بدأت تقراها وبدأت يعني تستكشف فيها حاجات جديدة. بدأت تسافر للشرق الأقصى عند الحاجات الممارسات اللي كان بيعملها حد اسمه جون كاباتزين، في التعقل والمايندفولنس والحاجات الروحانية بتاعت الناس في المكان ده وهكذا. وطلعت في الآخر بحاجة كده يعني بونبوناية. وصلت لأنها ابتكرت العلاج بتاع الDBT أو العلاج الجدلي السلوكي. بالمناسبة مارشا لينان كان أو عرفت إنها عندها اضطراب الشخصية الحدية أو اضطراب الشخصية البينية، البوردر لاين ديس اوردر. وفعلا هي قدرت بالعلاج ده إنها كان بتحاول تساعد نفسها إنها تلاقي حل لنفسها لمشكلتها المستمرة اللي مصاحباها طول حياتها، بإنها بدأت تتبع هذا العلاج على نفسها. والسايتيشنز بتاعت يعني في ناس عاملة استشهادات بالدراسات بتاعتها والأبحاث، والعلاج بتاعها بقى فعال وبقى معترف بيه وإفكتيف جدا للحالات بتاعت الDBT وحالات الحالات بتاعت البوردر لاين كعلاج يعني، وحالات تانية كتير. تمام. أي حد عنده مشكلة في التنظيم الانفعالي، أي حد عنده مشكلة في العلاقات بين الشخصية، أي حد عنده مشكلة في إن هو يحاول إن هو يتعقل ويتأمل وهكذا. كل الحاجات دي كانت هي بدأت تصيغها من خلال رؤيتها أو قراءتها للتراث النفسي. الست دي جت في 2011 وما كانش حد عارف عنها حاجة في الخلفية بتاعتها. وفي اجتماع حلو كده كان في ناس كتير قالت والله يا جماعة أنا عندي كذا كذا كذا، وحكت عن المعاناة بتاعتها إنها كانت زي ما يكون عايشة في جحيم،
وما كانتش فاهمة سببه، يعني هي عايشة في حاجة مش عارفة السبب بتاعها ايه. بعد كده الناس طبعا قدرت جدا المعاناة بتاعتها، وقدرت ازاي هي قومت نفسها. انا بتكلم على على مارشا لينان في الفيديو ده علشان اتكلم ان في ممكن في شخصيات تبقى ملهمة لينا، او شخصيات طلعت من الألم بتاع المعاناة لأمل جديد يعني. ده كانت الفيديو بتاع النهاردة، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.